قد ما نحاول نوصف لكم البنات تاعها في السلطه ما نقدرش نوفي لكم حقها. والحاجه المليحه انك تخزنيها 10 ايام في الفريجيدير وكل نهار تجبدي بالطرف، خاصه للنساء الخدامات ولا نساء العاملات راح تحتاجوها بالبزاف وتدعيو عليها. بمكونات متوفره في الفريجيدير تاعك، ونقدر نبدل لك شحال من مكون. تبعوا معايا طريقه التحضير تاعها والوصفه بالتفصيل. راح نبداو اول حاجه بمكونات الوصفه. شطوا الخضره اللي عندكم كامل في الثلاجه اجبدوها. انا كان عندي هذا الزيتون المرقد، نرقدوا فيه وقت ما يكون الزيتون ويعني في الوقت تاعو نرقدوه ونخبيه وكذا كيموت، ولكن نحتاجو نجبدوه. بالنسبه للطريقه تاع الزيتون راح نوري لكم الطريقه باذن الله كي ناخذ المره الجايه بالتفصيل هكذا باه تخبيوه العام كامل. شوفوا هنا يعني قاعده نوري لكم كيفاه ثقبتوه، كيفاه يعني رقدتوه ما شاء الله. نحيلو كامل هذيك المروريه ومن بعد نرقدوا فيه شويه تاع ملح وشويه تاع خل هكذا باه يمد لي هذيك الطعمه المليحه. شوفوا هنا البنات عندكم الخضره اللي متوفره عندكم. انا كان عندي شويه تاع زريق ولقيتو حايف زد، رحت فورته. الزريق وهي اللوبيا الخضراء ولا كل واحد كيسميها. ولا عندي هنايا زروديه كيف كانت راح تفزد لي، يعني الخضره اللي ما نحتاجهاش في الثلاجه كامل راح نفورها. تقدروا ما تزيدوا لها كميه تاع البطاطا ولا تزيدوا لها شويه تاع طماطم يعني مقطع. كل وحده دير واش تحب وكل وحده دير واش متوفر عندها. انا اللي متوفر عندي درته. زدت لها هنا كميه تاع الملح. بالنسبه لاصوص نديروا شويه تاع خل شويه تاع زيت شويه تاع ثوم اختياري. ما حبيتش طعم الثوم فيها، حبيتها هكذا تجيني يعني ما شاء الله. البنات تاعها تقتل. جبت حبيبه تاع القارص بعد ما غسلتها مليح راح نقطعها دي طرونش يكونوا صغار ونحطها مع الخضره تاعي. ما تنساوش دائما جام واشتراك وكلمه طيبه وزينه كيوجوكم وقلوبكم الحنان في خانه التعليقات. وما تنساوش زوروني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها وديروا ابوني هكذا باه تكبر عائلتنا وتشوفوا كامل الوصفات تاعي. هنا شوفوا بعد ما حطيت لها هذيك لاصوص تاعها ما درتش لاصوص وحده، يعني حطيت الزيت ومن بعد الخل وخلطتها مليح. واش حنحكي لكم والله من ابن السلطات اللي جربتهم. والحاجه المليحه فيها انها تطول معاك. حفظيها في زجاجات ولا في بورتمونجي محكمه الاغلاق، والمستحسن يكونوا زجاجيه. نخبيها في الفريجيدار وقت ما تحتاجيها تكوني زربانه تلقايها. يكونوا عندك ضيافه كذا تكون عندك سلطه واجده. والحاجه المليحه انك تلقاها بزاف في الخرجات. يعني نمد لكم انا كيفاه نلقاها هكذا باه نتوما تستفادوا من الافكار. وهذه كانت وصفتنا لنهار اليوم وكانت سلطتنا لنهار اليوم. وما شاء الله البنات تاعها ولا ما تصدقوش قدوها بنينه وخلصت لي في اقل من 3 ايام، رغم اني يعني ما عاد الافراد تاع العائله قلال والكميه كبيره ما شاء الله. كما راكم تشوفوا مي تخلصوها فيت ما تحسوش كامل بها تلمو بنينه. وهذه كانت وصفتنا ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش تجربوها وتدعيوا لي وخليوا لي كلمه طيبه للمره الثانيه في تعليق. وفي امان الله شهيه طيبه للجميع ونلتقي في فيديو اخر.